اليوم نبي نضبط لنا لحم بخاري مديني، شيء فاخر من الاخر. خليكم معنا. اول شيء بنحط زيت، نقطعه شفناه شوي بس عشان ننزل على الجزار. طبعا الجزار ترى بيشفط الدهن، لذلك الدهن لازم تزوده شوي. خلاص نزل الجزار. طبعا الجزار مقطع طوال، ننزله. شو اسمه البخاري المديني خطوات ترى، مو بتحط عباس على دباس، لا نمشي حبه حبه. اللي بننزل عليه حيبالكم الزبيب. خلاص شوف تفخ الحين، قضينا بنشيله الحين، نشيله كامل. نزل عليه ما شاء الله لحم غنم. نقلبه بهالشكل بس نعطيه لون، ثم نطلعه مرة ثانية. ما شاء الله الكيري. خلاص الحين أعطيناه لون، بنشيله. الحين الزيت بدأ يقل. شلون؟ الحين بنزل عليها البصل، بننزل عليه ملعقة ونص كمون حب. بننزل عليه الطماطم قشر مع معجون طماطم خلطناه بخلاط. بننزل الحين نص ملعقة كبيرة بهارات مشكل وبيضة، وملعقة ونص كمون، لازم هو يكون أكثر، وملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة فلفل أسود. عينك على الألوان، عينك على الألوان. ما شاء الله الكيري، الريحة تبيك. بننزل عليه شو اسمه، اللهم صل محمد، اللحم. اوه ما شاء الله الكريم، يا الريحة ما شاء الله تبارك الله. احنا بننزل عليه معادي، ننزل عليها الماء، ننزل عليه نصف فنجان سكر يعطيه تركيز قوي. البخاري شيء غسيل الرز اول مره تفركه بهالشكل لمين يطلع. خلاص تفركه بالحيل تفركه. طبعا الرز تبارك الله. الحين نسكره من ساعه لساعه ونص. الحين غسلناه 5 مرات، الحين بنقعه من نص ساعه ونطالع. هو يبي له ساعه اصلا الرز، خلوا من نص ساعه وطالع انت بيقل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يقولون لا تحط شو اسمها الملح، طبعا قديما الا قبل ما لا استوى اللحم. احنا الان بنحط على طول الملح. هذه ملعقتين كبار، يمكن بعد يبي له نص، بس مو بالحين. حيهم. عندنا شطة الرز البخاري، طبعا من اسهل الطرق ذولي، ولا في طريق ثاني ليمون وملح وش اسمه خل واشياء كثيره، لكن عندك شوف طماطتين، حزمه كزبره، شطة رنا، وهذا اللي ضبطتها وكل شيء ترى تقعد اسبوعين بالثلاجه. خلاط بنحط الطماطه الحين، قطعنا الكزبره نحط بالخلاط، نحط الحين شطة رنا كامله، نحطها كامله الحين. شطة رنا حطيناه كامله الحين نخلطه. طبعا خلصنا. الحين صارت مضبوطه الشطه. خلاص هذه الشطه، خلينا نذوقها شوي. بسم الله. لذيذه. ايش بنسوي؟ شفت الماء ذا كله نبي نشيله، هالماء كله، كل الماء نبي نشيله. نزين هذا الكمون الحين بنحط عليه، ترى باقي ابو شوي عشان يستوي، لذلك ما يخالف، يبي يستوي، يبي نص ساعه اصلا هو. خلاص الحين خلص. الحين بنحط هنا جزر بهالشكل. الحين بنحط الرز، الحين ترى بنقع له فوق الساعه الحين. ما شاء الله الكيري. الحين نواسيه صح. الحين شو مزين، نبدا نشربه هالماء تشريب. ما شاء الله الكيري. الحين نبدا نحط الماء
نجيب شيء علبة أكبر. إيه شفت؟ يلا. ها؟ الحين بنحط الماء شوي شوي نمشي، شوي شوي منك. در 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 عليه در كذا. أيوه روح 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 روح. يمكن نزودوا ماء مغلي، يمكن ما نحتاج. ما شاء الله تبارك الله. بنبدأ نحط عليه ماء مغلي الآن. شوي شوي ننتبه مو بقوة عشان اللحم ما يرقى فوق. ما شاء الله تبارك الله. الحين بنحط ملح ناعم، لا تحط ملح خشن الحين. الحين بنحط كمون بعد. لا بدي ينبر نذوق الملح نشوف. ما شاء الله تبارك الله. الحين بس لا راح. شفت هذا النبر ذا لا راح خلاص يعتبر مظبوط. اقصر له خله. الحين بنحط الفلفل. زين. بنحط الحين الكشنة. ما شاء الله تبارك الله. بخاري بدون جزر وبدون زبيب ما يسمى بخاري. الحين نرش بعد، نرش عليه. ما شاء الله الكريم. كمون. هذا ثقيل. شوف اسمع صوته. خلاص ما يحتاج. محتوى بدون قسطير. خلص. ما شاء الله الكريم. الحين نطلع الكشن حقتنا. ما شاء الله الكريم. شوف الحبة شوف الحبة شوف الحبة. ما شاء الله الكريم. نمشي مثل ما قلنا نمشي شوي شوي ما نكبوا جميع، لأنه أصلا الصحن زين. هذا اللي بجنب اللحم ناظر. شوف هذا بجنب اللحم. شوف اللي بجنب اللحم. ما شاء الله الكريم. زين هذا اللحم اللي تحت. الحين نبدأ نشيل بهالشكل. ما شاء الله الكريم. وهذا البخاري المديني، شيء فاخر من الآخر. هذا بعد شغلكم؟ والله شغلنا كله ابن الحلال. انت ما تفهم يا اخي. انت كم مره تقول لي شغلكم والله شغلنا. ان عجبك ولا لا تصور يا اخي. اوكي. والله قلت لك انا